المقام ويا المقام، فراح يصير عندي 8 على 1، وهنا نقول x تربيع زائدا 3 أس 4 زائدا c. واضحة الفكرة؟ بسيطة كلش، ما بيها تعقيد، مجرد تعتمد على شوية بديهية عقلك، حركها. مثلا جان هذا السؤال الخامس اللي هو تكامل x تربيع، شيل هذا القوس، خلي هذا القوس، 1 ناقصا x تكعيب أس 4 بالنسبة للدي اكس. شوفوا طلاب هنا طبعا هذا القوس ما عليكم بهذا ملغي، فهنا شو اسوي؟ شلون اتعامل وياها؟ هنا مشتقة داخل القوس سالب 3 اكس تربيع. اذا ردت اشتق هذه انزل الثلاثة ويا السالب ونقص من الثلاثة 1، فيصير ايش قد؟ فهذه هي المشتقة. هنا أنا عندي بس اكس تكعيب، لازم نضرب في سالب 3 ونقسم على سالب 3. يعني شلون؟ راح يصير 1 على سالب، وهنا سالب 3 اكس تربيع بعد ما قسمت وضربت. هسه راح تهمل المشتقة، تهمل، فراح يبقى عندي 1 على هنا هذا القوس انزله واضيف للأس 1 يصير على 5 زائدا سي. فنجي نضرب، راح يصير سالب 15، 3 في 5 15، القوس ينزل زائدا سي. تمام؟ فهذا ما يخص هذه الأسئلة. خلينا نجي وياكم على هذا القوس الأخير، أو نعوفه واجب عليكم. هذا واجب بيتي.